أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفورمة. فيديو النهاردة هرجع فيه بالذاكرة للمدرسة القديمة. هتكلم عن لاعب ظهر في فيلم ضخ الحديد وشارك في الكثير من البطولات وحقق الكثير من الإنجازات. برغم إنجازاته ما تمش تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام زي ما تم تسليط الضوء على أرنولد وفرانكو كولومبو وفرانك زير. بطل فيديو النهاردة هو كين ويلر، لاعب كمال أجسام محترف من الولايات المتحدة الأمريكية. كان معروف بشعره الأحمر المبعد. كين ويلر واحد من أفضل اللاعبين اللي ظهرت خلال فترة السبعينيات. كين ويلر من مواليد 20 مارس عام 1942، طوله 183 سنتي، وزنه من 102 ل 106. بدأ نشاطه الرياضي عندما التحق بالجامعة وانضم لفريق كرة القدم. كين كان واحد من أفضل لاعبين الفريق لدرجة إن الجامعة علقت صورته في غرفة خلع ملابس الفريق. بعد إنهاء دراسته الجامعية وقبل أن يصبح مدرس في المدرسة الثانوية، ذهب لقضاء الخدمة العسكرية في قوات مشاة البحرية الأمريكية. دخول كين ويلر عالم كمال الأجسام كان أمر سهل بالنسبة ليه، خصوصا إنه اكتسب كتلة عضلية أثناء ممارسته كرة القدم في الجامعة. في عام 1968 شارك في أول بطولة ليه، بطولة السيد أمريكا. حصل وقتها على المركز الرابع. في نفس السنة شارك في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على المركز الرابع. في عام 1969 فاز ببطولة العالم للناشئين في الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس السنة حصل على المركز الثالث في بطولة السيد أمريكا. في عام 1970 حصل على بطولة سيد العالم للفئة الطويلة. توالت إنجازات كين ويلر وحصوله على مراكز متقدمة في جميع البطولات اللي شارك فيها. بعد عام 1970 قدر ينافس بين المحترفين. خلال فترة السبعينيات كين ويلر قدر يحقق 9 إنجازات، من خلالها قدر يصنع اسم لنفسه في عالم كمال الأجسام. على مستوى مشاركته في مستر أولمبيا حصل على لقب مستر أولمبيا عام 1976 فوق ال 200 رطل. في مستر أولمبيا 77 حصل على المركز الخامس بشكل عام ومركز ثاني فوق ال 200 رطل. آخر مشاركة ليه في مستر أولمبيا كانت عام 1980، عمل مركز 16، وفي مستر أولمبيا 81 عمل مركز 16. أفضل إنجاز ليه كان عام 1975، حصل على بطولة سيد الكون، هزم وقتها مايك كاتز وبول جرانيت. في عام 1977 ظهر في فيلم ضخ الحديد. خلال منافسته ظهر على حوالي 11 غلاف مجلة كمال أجسام. في عام 1981 ظهر في حلقة من حلقات مسلسل الرجل الأخضر، وظهر في بعض الأفلام الأخرى. بالنسبة لتمرين كين ويلر كان بيعتمد بشكل كبير على التمارين المركبة. ما كانش وقتها في أجهزة، كان بيعتمد على الدمبل في ممارسة تمارين العزل. بالنسبة لنظامه الغذائي كان بيركز على البروتين بشكل كبير وبيقلل من تناول الكربوهيدرات، وبيعتمد على الدهون كمصدر طاقة، وأوقات كان بيجمع بين الدهون والكربوهيدرات بناء على إن كان داخل المنافسة أو خارجها. في نهاية الفيديو كين ويلر واحد من عظماء المدرسة القديمة، حقق كتير من الإنجازات خلال فترة السبعينيات، وإنجاز أكبر ظهوره في فيلم ضخ الحديد مع عظماء كمال الأجسام. كين ويلر مازال موجود حاليا وعمره حوالي 81 سنة.